ننقل كل احتياجات قيادة شرطة الأنبار إلى السيد رئيس الوزراء، وتعرف أن العراق يعيش في ظروف اقتصادية، ولكن هذا لا يمنع أن نقوم بالاهتمام بالجانب الأمني، وما زلنا نقدم التضحيات من أجل تحرير ما تبقى من المدن. حقيقة اليوم زيارة معالي السيد وزير الداخلية المحترم إلى قاطع قيادة عمليات شرق الأنبار وقضاء الفلوجة لكي يطلع على انفتاح القطاعات والتعاون والتنسيق المشترك ما بين كافة قطاعات الأجهزة الأمنية، الجيش والشرطة والأفواج الطوارئ وكذلك قطاعات الحشد. كذلك يتجول بالمدينة ويطلع على الوضع الأمني بصورة تشوفون أنتم جنابكم. من دواعي السرور لهذه المنطقة أنه نلتقي اليوم بمثل شخصية السيد وزير الداخلية والوفد المرافق له، نرحب به وأهلا وسهلا به وجميع المسؤولين الذين معه. زيارة ميدانية وجولة ميدانية للسيد وزير الداخلية مع بعض قادة الوزارة إلى مدينة الفلوجة العزيزة. في البدء تمخضت هذه الزيارة عن زيارة مقر شرطة الفلوجة، وكذلك الالتقاء بالأخوة القادة، قادة الشرطة والجيش وكذلك الحكومة المحلية. بعد ذلك كان هناك جولة في سوق الفلوجة الشعبي. اليوم تتشرف قيادة شرطة الأنبار ومحافظة الأنبار في قضاء الفلوجة بزيارة السيد معالي وزير الداخلية والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة والوفد المرافق له من كبار ضباط وزارة الداخلية. الغرض من هذه الزيارة هي الاطلاع على الواقع الأمني في هذه المحافظة، وكذلك أيضا هذه الزيارة هي دعم لقيادة شرطة الأنبار. فأوعز ووجه السيد الوزير بزيادة وإعادة وإكمال إعادة الشرطة الشرطة الهاربين. بزيارة وزير الداخلية إلى منطقة الفلوجة، منطقة البعيفان، بعد استقرار المنطقة وتحريرها من دنس داعش، وإن شاء الله الأمن مستقر والأمور ماشية على ما يرام.